المعركة شغالة، سيوف بتتصادم والدم مالي الأرض، وصوت الصراخ بيقطع الجو. وفجأة وسط كل ده سمعوا حد بيصرخ: مات النبي، النبي اتقتل. الناس اتصدمت، في اللي وقع على الأرض من الخوف، في اللي ساب سلاحه وبكى. لكن في واحد بس عكس الكل، اسمه أنس بن النضر، صحابي من اللي قلوبهم نار إيمان. سمع الكلام جرى ناحية المعركة أكتر. حد نده عليه وقال له: ارجع، النبي مات خلاص. رد عليه وهو ماسك سيفه بإيد بتترعش غضب: إن كان قد مات فقوموا فموتوا على ما مات عليه. ودخل في قلب المعركة لوحده، وكل ما يضرب بسيفه يقول: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء. قاتل وقاتل لحد ما وقع شهيد. بس لما لقوه بعد المعركة كان فيه أكتر من 80 جرح، محدش عرفه إلا أخته من أطراف صوابعه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم شافه قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى أنس بن النضر. ده مش مشهد من فيلم، ده موقف حقيقي. راجل شاف الناس بتهرب وهو راح يقاتل عشان مبدأه، وما ماتش مهزوم، مات بطل ورايح الجنة بإذن ربه. لو حسيت بالقشعريرة زيي دوس لايك واشترك في قناة اسمع بس ما تخافش، واكتب لنا في الكومنتات لو كنت في أرض المعركة كنت هتهرب ولا تقف.